السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم. تحياتي للجميع. الدوري السعودي نار نار على نار. هذه إذا توقع الشخص اللي ما يفهم الدوري السعودي، ولكن بالمكشوف كل عام نشاهد البطل قبل ما يكون البطل. وحاليا من القرائب والعجائب يتحدث فيها المعلقين، معلق المباراة وبعد الإعلام إنه المنافسة هتكون النقاط قريبة، حتى لو كان 6 7 10 نقاط ما هي كبيرة. هذه إذا كان في بحضور العدل، ولكن الفريق الجميع بينافس الهلال. هلال اللي لديه يكسب نقاط غير مستحقة من الخصوم، سواء كانت فريق ضعيف أو فريق المنافس أو فريق إن شاء الله يكون الفريق اللي هابط في الدوري، لأنه بياخذ نقاطهم بالحكام، الفار، المخرج مشارك مخرج المباراة. ثم عندما تشاهد أشياء زي هذا غريب، يعني مخرج المباراة، فريق الفار، والحكام جميعهم يكونوا متفقين على هذا الشيء. عندما حكم يعطوه الاتصال اللاسلكي يقول لك كده 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 وانتهى الأمر، ما رايح حتى يشاهد اللقطات، كما حدث في هدف في مرمى النصر اللي هو الهدف او الضربه الجزائيه اللي حسبوها ضد النصر، يعني على اساس انه ومشكله العقيده كمان، يعني كلها هذا كانت اخفاء. عندما يخفي الناقل اخطاء مثل هذه معناها تعرف انها جريمه. لم تحدث نشاهد جميع المباريات الدوريات العالميه، ولكن والله العظيم لم تشاهد بما يحدث في الدوري السعودي الا في الدوري السعودي بس فقط. ما أدري إيش يتوقعوا، ولكن هذه هي الحقيقة يعني. لكن معلق المباراة يعطيك يقول لك البطل المنافس الهلال، الأهلي والقادسية، ولكن ما يذكر النصر. حتى في الجدول عندما تشاهد النصر بيلعب في آخر الأسبوع بعد هذوليك. ليش؟ لأنه مقدمين مبارياتهم على أساس إنه يتقدم، حتى لو كان تعادل بالنقاط. الأهلي والنصر متعادلين إلى الآن حاليا، ولكن النصر متفوق عليهم بالأهداف في المركز الثاني قريب من الهلال. ما يقول هو، يقول لك حتى معلق المباراة بيرشح الأهلي، ما بيرشح المنافسة للأهلي، ما بيرشح النصر. النصر خارج الموضوع المنافسة بالنسبة لي. لمعلق المباراة وبعد الإعلام الحاضرين. النصر الأقوى عناصريا، الأفضل عناصريا، حتى بالنتائج الأفضل، رغم تعثره مجبور إجباري وظلم تحكيمي تعرض لها، وكل مباراة يتعرض. إذا هدف الأول دائما ما يبغى يسجل النصر في أي فريق كانت، في حالة تسجيل هدف اللي لا يستطيع إلقاءه ما يكون فيها شك يحاولوا على التعادل. إذا سجل هدف شرعي لا يستطيع إلقاء هدف الثاني، يستسلم الحكام واللجان والفار، يطبقون العدل بعد هذاك الهدف الثاني. للنصر دائما بتشاهدوا هذا، تقدم 1-0 لا يكفي، يحاولوا تعثر النصر وإلقاء أهدافه عن طريق التشويش والكذب. ثم جميع الأخطاء لا تحسب للنصر على أساس أنه يضغطوا عليه، حتى في الجدول ضاغطين على النصر. ليش؟ يلعبون الخصوم جميعهم في المقدمة وبعدين يتحدثوا عن 3 نقاط اللي بيلحقها النصر ويتقدم عليهم، ما يتكلموا عن منافسة النصر، كأنه النصر دائما بيواجه صعوبات كل مباراة رغم أنه الفريق الأفضل. لكن هذا هو الاتحاد السعودي. الاتحاد السعودي لم يتغير، اللجان الفاشلة ما بتتغير. يا أخي سبحان الله، يا أخي الناس تشاهد دوريكم، لكن صحيح أنتم ما تخجلوا، صحيح أنتم إعلامكم جبان وجماهيركم أجبن. ليش؟ لأنه عندما تحدث أشياء غريبة زي مثل كما يحدث في الدوري السعودي، الناس بيكسرون الملعب، شغب جماهيري. أول شيء غرفة الفار يكسروا عليه، حتى تتدخل الدولة العميقة، الدولة الكبيرة، يقول لك لماذا؟ ما هو الأسباب حتى وصلت الدوري لهذا؟ لكن ما فيش رجال، قسما بالله ما فيش رجال. لو يكسرون عليهم بابا ويطحنونهم تحت، تتدخل الدولة العميقة وانتهى. لماذا؟ ايش اللي حصل؟ ليش وصلت الامور لهذه الدرجة؟ بيقولوا كده
لكن عندما تبكي وتستسلم، هذه هي المصيبة. قسما بالله العظيم، فريق بيسوي مهزلة في الدوري السعودي، فريق واحد، ويشاهدها الإعلام والتواصل الاجتماعي والجميع يتحدث فيه، ولكن لم تتغير، يواصل نفس الأسلوب الخبيث. المشكلة اتفاقية المخرج لأول مرة تحت المخرج المباراة فريق الفار، مخرج المباراة بيلقي يبعد اللقطات، ما يعيدها مرة ثانية، ثم يتدخل الفار وينهي الأمور، ثم بعدها بيجيب لك الفار الكاميرا الكمبيوتر لقطات الكمبيوتر. يا حبيبي تلعب علي أنا أقدر أسوي حاجة الكمبيوتر، أقدم قدام وأرجع ورا. أنت حمار لأنك ما بتفهم شيء، لكن تضحك على نفسك عندما تعمل أشياء زي هذا. وحتى المعلم، إيش هذا التجيش في الاتحاد السعودي؟ وش هذا المصيبة في الاتحاد السعودي؟ حتى المعلقين يا أخي ما يعطوا حقه لنادي النصر كمنافس، يبعدوه عن المنافسة. يقول لك الأهلي، لأنه ليش؟ هم حاطين الأهلي خلف الهلال على أساس إنه لو حدثت أي مشكلة فريق بيتعدى أكيد يكون الأهلي موجود للمنافسة. ليش؟ لأنه هذا الفريق الضعيف الأضعف في الدوري السعودي لا يستطيع الفوز على أسوأ الأندية، ولذلك ما يضمنوا الهلال. الهلال فريق ضعيف، هو ضعيف بالعناصريا، ضعيف بكل شيء، ولكن يعتمد على حكام. أحيانا كما حدث مع القادسية ومع رغم الظلم مع الرياض فريق ومع نيوم، كل هذا يحفظوها هم. في حالة تعثر الهلال مجبورا رغم مساعدة الحكام واللجان وفريق الفار ومعها الناقل إخفاء اللقطات لا يعيدها مرة أخرى. يا أخي ما تحدث في كرة القدم. حتى أنتوا شاهدتوا دوري في العالم، أي دوريات في العالم اللي نشاهدها دائما لو حدثت خطأ ما يعيدها الناقل؟ الوحيد مباراة الهلال ما تعاد هذه اللقطات، ولكن يعيدوا لك اللقطات الكمبيوتر حبيبي تلصق فيها لصقة، تقدر تحركها عن طريق الجهاز زي ما تبغاها يمين ويسار. ولهذا انت حمار عندما تلعب هذه اللعبة. اول شيء فهمت؟ تسوي سمعة كرة القدم السعودي. يا اخي ما خليتوها، حطيتوها تحت اقدام الضعفاء، حتى خليته تحت اقدام الضعفاء. بسبب ايش؟ لانه الفريق غير مستحق. كما تشاهدون البطل الان استغنوا عنه اللي هو الاتحاد. بطل الموسم المفروض يكون منافس، يكون في مركز الثاني او الاول الموسم الثاني. ليش؟ لانه هو البطل. لكن البطل اللي جهزتوه بالكذب والنفاقكم ودفيتوه إلى وصل أخذ البطولة بالمكشوف الآن. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قسما بالله دوري فاشل، دوري فاشل يفشلها الاتحاد الغبي. وبعد ناس المشاهدين حتى الصحافة ما يقدر يتحدثوا عن الحقيقة، يعني كذابين كلهم يخافون. يعني تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتوفيق للعالمي رغم الصراع الكبير، إنه بيدوسوا من تحت أقدامه إن شاء الله.